السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه شوفوا صيفيه بامتياز. هاد الوصفه خبيوها غير في عينيكم خاطر حتحتاجوها، على بالي حتناسبكم بزاف في الخرجات لي بيكنيك كيما على بالكم، ولا البحر تديوهم معاكم، ولا حتى ديروها لوليداتكم تفرحوهم بها عفوا. المهم هاد لي ساندويتش ضربه في البنه ساهلين، الخبز تاعهم بزاف ساهل ويجي بزاف خفيف، حتى الحشو اللي درته لكم اليوم يعني ليه توجدوه وتقدروا تحشيهم يعني بوش حبيتوا. بصحه نقترح عليكم حشو. قبل ما نبداو ما تنساوش تصليوا وتسلموا على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهيا بسم الله. اذا اول حاجه راح نحط كاس وربع تاع الحليب اللي يكون دافي، حنحط معاه ربع كاس تاع الزيت، مغرف كبيره تاع السكر، ومغرف كبيره تاع خميره الخبز. خلطهم كيف مع بعضهم ونخليهم حتى يتفاعلوا لي يعني واحد 5 دقائق ل 10 دقائق. من بعد نضيف عليهم نص مغرف كبيره تاع الملح مع مغرف تاع الخل يعطيها هشاشه وخفه العجينه تاعنا. وهنا نبداو نضيفوا في الفارينه، روحوا معاها بالعقل، وحطوا تاني مغرف صغيره تاع خميره الحلوه تكون ممسوحه. نكملوا نحطوا تاني الفارينه ما نقدرش نعطيكم العبار قد ما يروح معاها بالعقل حتى تنطم معاكم وتجي عجينه طريه. بالنسبه للكاس اللي خدمت به راهو يهز 250 مليلتر، يعني الكاس اللي خدمت به المقادير تاعي. كما شفتوني طميت العجينه اللي قلت لكم لازم تكون طريه، نغطيها هنا كما شفتوا ونحطها في جهه ونخليها حتى تخمر لي. هنا نرجعوا لامارينات هذه حنخدموها للدجاج تاعنا اللي حطيت فيها 2 حبات تاع بيض، شويه تاع اللبن كان عندي، اذا ما عندكمش تقدروا تستخدموا بات ايورت ناتور ولا سينو ربع كاس تاع الحليب. زيدوا التوابل. بالنسبه للتوابل انا درت بالكركم، الملح، الفلفل الكحل، درت توابل تاع الدجاج، ودرت نص مغرف كبيره تاع الطماطم. خلطت المكونات كامل مع بعضهم وهنا نضيف لهم الفارينه. بالنسبه للفارينه يعني شوفوا انا جبت نص كاس ونبقى نضيف حتى يتقال لي شويه الخليط تاعنا. اكيد هنا قبل ما ننسى لازم ديروا فيها الليمون يحيمد لها النكهه هذيك الحامضه تجي بزاف بنينه. بقيت نضيف لها بالفارينه حتى ولات يعني معايا شويه عاقده، يعني ثقيل الخليط تاعي. هنا جبت كميه تاع الدجاج، نتوما ديروا حسب افراد العائله. بالنسبه للدجاج قصوه مرصوات، يعني يكونوا ماشي رقاق خلاص وماشي خشان تاني يطولوا لكم في الطياب، يكونوا متوسطين. دخلت هذاك الدجاج مليح في لامارينات تاعي، لازم تقيسها كامل. نغطي الخليط تاعنا ونحطو في جهه بيز ما نوجدوا لاصوص تاعنا. هنا لاصوص تقدروا ديروا توميه، تقدروا ديروا غير مايونيز كيما حبيتوا. انا حبيت نخدمها هكا. جبت كميه تاع المايونيز، يقدر يكون منزلي ولا شريته من برا، نشيته من برا. زدت له علبه تاع هذاك فرماج ريجيم، شويه تاع الثوم وشويه تاع فلفل الكحل وعصره تاع القارص، وزدت له هنا خففته بشويه ماء لانه حسيته شويه ثقيل. منه بعد هاد لاصوص حنخرج منه صوص الجيريا اللي فيها يعني هاد المايونيز اللي درناه مع شويه تاع الهريسه، شويه تاع البصله اللي تكون مقطعه صغير، وشويه تاع المعدنوس، وحنا خرجنا صوص الجيريا تجي بزاف بنينه يعني للناس اللي يحبوا لاصوص الحاره. رجعت هنايا العجينه بعد ما خمرت لي، شفتوا كيف ضاعف الحجم تاعها بزاف، يعني خمرت مليح. ما تديلكمش وقت طويل، واحد النص ساعه. هنا نحيت لها كامل هذاك الغاز ومن بعد قسمتها هنايا، درتها على شكل حربوش باه نقسمها الكريات. بالنسبه للكميه هذه خرجت لي 15 حبه، يعني تخرج لكم 15 حبه تاع لي ساندويتش. هنا بعد ما درتهم كوريات كما شفتوني جيت غطيتهم وحنبدا نخدم فيهم مباشره. نجي هنايا بالحبه ونفتحهم كما راكم تشوفوا. شوفوا الطريقه تاعهم بزاف سهله ولي توجدوهم. ديجا في هذه اللحظه راني حطيت الفرن تاعي يسخن على درجه حراره 180، وجيت هنا بديت نشكل في الحبات تاعي. شوفوا كيف نفتحهم، نفتحهم عادي هكا دويره ومن بعد نقفلها على شكل قوس. الطريقه بزاف سهله، يعني كما راكم تشوفوا. افتحوهم برك وغلقوهم على بعضهم. شوفوا كيفاه، وما تخافوش من السمك لانه حنزيدو نخليهم يخمروا لنا شويه. هنا بعد ما حطيتهم مع بعضهم، شوفوا انا حطيتهم فرد بلاطو يعني بالنحيه ليا. تحبوا تقسموهم هكا باه ما يلصقوا لكمش في بعضهم، سينو نورمال. شوفوا هنايا غطيتهم، بعد ما غطيتهم واحد 10 دقائق يعني حتى خمروا لي مليح. زادت ضاعف الحجم تاعهم. وجيت هنا دهنتهم بصفار بيضه ولا بيضه كما حبيتوا. للناس اللي ما تحبش ريحه البيض ديري البيضه مع شويه تاع الخل تنحى هذيك الريحه. جيت هنا زينتهم بشويه تاع الجلجلان مع السينوج ونحطهم يطيبوا لي من تحت، غير يطيبوا من تحت نزيد نشعلهم من فوق يحمروا. هنايا بين بزمان هما يطيبوا ورجعت للدجاج تاعي بعد ما دخلت له هذيك لامارينات. تقدروا توجدوه يعني قبل بساعتين بليله كما حبيتوا. انا يعني وجدته في يعني كي بديت ندير العجينه درته.
هنايا نجيب لا شابلور تاعي. قلت لكم هذه الطريقه تاع لا مارينا تغنيكم من انكم تحطوا في الفرينه ومن بعد في البيض ومن بعد في لا شابلور. سما هكا خلطنا كلش مع بعضها، درنا شويه تاع الفرينه والبيض والبن كيما شفتوا كلش في لا مارينات هذيك. درك نحطوا برك في الشابلور. بالنسبه للشابلور انا نخدمه في الدار، يعني ما شريتوش من برا. ديما نقول لكم على الطريقه اللي نخدموا بها لا شابلور، راهي بزاف سهله. اي استفسار شوفوني نوض على لي كومونتير تاعكم. انا بعد ما كملت كامل كميه تاع الدجاج تاعي، جيت هنا في مقله لازم تكون سخونه، الزيت لازم يكون سخون. تحطوا الدجاج تاعكم والنار تكون متوسطه ولا قل شوي برك هكا باه يدخل لكم الطياب، بصح ما تنقصوش النار بزاف صاينو يهزوا لكم بزاف الزيت. هنايا راني يعني نجيب برك المقله نعتلكم، نحيوهم وحطوهم يقطروا لكم في جهه مليح مليح. وهنا كانت العجينه تاعي طابت، يعني ما بزمن العجينه طيب لي، انا ديجا كنت نقلي في الدجاج وكلش. هكا المراحل تجي مع بعضها. هنا شوفوا الخبز تاعي كيفاه يطيب ويجي ساهل خلاص باه تفتحوه، يعني ما تبقاوش تقسموه بالموس وكلش. باين تاع ساندويتش ضربه في البنه، ما عندي ما حنحكي لكم. وتقدروا تحشيوه باي حشو، ماشي شرط تقيدوا بالحشو تاعي. هنا بعد ما طاب لي الخبز، الدجاج تاعي سي بون، لاصوص تاعي كلش سي بون. نجي هنا نحط شويه تاع السلطه كيما شفتوني، نحط الدجاج تاعي. الدجاج تحاولوا تقسموه. الدجاج كيما راكم تشوفوا ماهيش هي الكميه كامل، راهو كاين في صحن اخر لهيها. بالنسبه لكميه الدجاج واقيلا شوفوا درت قل من كيلو، قل شفيت بالك 800 غرام. ودارت لي كونتيتي مليحه، يعني عمر لي بالك واحد 13 ساندويتش كيما راكم تشوفوا. حطيت الدجاج، نحط السلطه ومن بعد نحط الدجاج، ومن بعد نحط هذيك لا مايونيز اللي خدمناها، قصدي هذيك لاصوص اللي خدمناها. صاينون اللي يحبوا تاني لاصوص اللي تجي حاره كيما شفتوني درت معكم صوص الجيريا، نحطها تاني مع المايونيز. لي ساندويتش تاعي راهم واجدين، يجيو بزاف بنان. شوفوا الخبز هشيش وخفيف، الحشو لداخل بزاف بنين، على بالي ولادكم حيهبلوا عليهم، ماشي برك الولاد الصغار، حنا الكبار تاني ويعجبونا. انا هكا طارت لهم زوج، يعني الله يبارك كلاو وشبعوا تخمو ويشبعوا، يعني والله يجيو بزاف شباعي. اعتمدوهم، ديوهم معكم للبحر، تقدروا تديوهم معكم للبحر، تحشيوهم كي توصلوا، ولا في الدار ديريه لهم فرحيهم بيهم. ما عندي ما نحكي لكم. قبل ما نكمل لا فيديو، انا ما نحبش نطول عليكم، ما تنساوش تشتركوا في قناتي اذا مش مشتركين، تفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل وصفاتي، ديروا لي جيم، ديروا لي كومونتير، وفي الاخير ما بقى لي غنقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وبسلامه.